السلام عليكم. دخول مفاجئ بقى على المطبخ كده بسرعة. اول حاجة كان عندي ارنب طلعته يسيح عشان نازلة اشتري شوية هدوم. هوريها لكم دلوقتي كمان في الفيديو. لسه جاية هو من بره، رحت القلعة الاسلامية. يا جماعة منزلين خصم 50% على كل الصيفي، الاطفال وكمان اللبس الحريم يعني الكبار. بجد اشتريت حاجات جميلة قوي. ده تي شيرت اطفال، دوت عامل 65 جنيه. هو قطن، هو زي ما احنا شايفين. هناك الخصومات عندهم حلوة قوي قوي قوي. يعني روحوا واشتروا قبل ما يشيلوا بقى الصيفي، عشان بدأوا ينزلوا الشتوي وحاطين الصيفي كده يعني على جنب كده. وروحي بقى نقضي بقى واشتري بقى وافرحي. والبنطلون ده برضو دوت عامل 20 جنيه. بجد اسعار هناك يعني مقولكوش. تنسوا خالص خالص اللي الدنيا غالية بجد ما شاء الله يعني. دايما بحب انزل في السيل، فحبيت ان انا انزل لكم بالفيديو ده كده بسرعة عشان تنزلوا تشتروا. ودوت تي شيرت برضو اطفال زي ما احنا شايفين كده. لونه بامبي وكيوت قوي يعني. حذروا فزروا ده بكام؟ دوت عامل 45 جنيه، متخيلين؟ يعني جايبة تيشيرت ب65 وواحد ب45. وكانوا منزلين شتوي، والشتوي كان منزلينه حنين يعني. جبت السويت شيرت دوت. ده شتوي ولقيت الماتيريال بتاعته جميلة. دوت عامل 145. طبعا الشتوي نازل غالي جدا جدا، يعني فوق ال300 وال400. فلما لقيت الصراحة السعر ده قلت لا اشتري على طول. وخامته حلوة قوي. جبت ده وجبت كمان واحد تاني، هتشوفوه برضو معايا دلوقتي. عامل 135. يعني الاتنين سويت شيرت بأقل من تمن سويت شيرت واحد لو هتجيبيه من أي محلات، فاهمين قصدي؟ هو ده اللي عامل 135. يعني ما كانش فيه غير اللون اللبني الصراحة، بس عشان سعره كويس فقلت اشتريه. ممكن يتلبس عليه ليجن فوشيا مثلا أو أحمر فهيكون مقطقط. دوت كده العنوان بتاعهم لو عايزين تاخدوه سكرين شوت. انا رحت فرع سموحة، وبجد هناك في حاجات كتير جدا جدا، يعني هتروحوا كده تبضعوا. بس الحقوا قبل ما يشيلوا الصيفي زي ما قلت لكم. وحاجات الشتوي يعني دول يعتبر ارخص حاجة. الحاجات التانية فوق ال300 فوق ال400. بس كان في ستاند كده ايه في الاشكال دي اللي انا جبت منها الشتوي ده، كان سعرها حنين وحلو. فالصراحة ما ترددتش خالص ان انا اشتريه. اي نعم لسه بدري على الشتاء، بس قلت ايه اشتري حاجة تعدي من عليا. وفي كمان فرع في عبد الناصر، بس الفرع بتاع سموحة بيكون اكبر يعني اكبر واوسع واللبس يا جماعه بتاعنا احنا الكبار. يعني لقيت فساتين ب500 وب600 ونازله النص. بجد حاجات جميله قوي. بس انا مشتريتش حاجه لان كنت شاريه في اول الموسم. بس جبت الحاجات دي ايه للبنوتات. بعد كده الصراحه دخلت على المطبخ، كنت جعانه قوي انا والولاد يعني كده اهو. فما كانش عندي صراحه غير شويه رز من امبارح وشويه عصاج. فقلنا كده نلقط فيهم عقبال ما اعمل الغدا عشان لسه بدري بقى على الغدا شويه. فلقطناهم وحطيت على الميه بقى تغلي عشان ابدا اعمل في الغدا. اول ما جيت الصراحه حطيت على الميه دي قبل ما اصور لكم الهدوم، بحيث تكون ايه انجز بقى في الوقت. الميه غلت بتاعتي، نزلت بالارنب بتاعي وبحط البصلايه كده صحيحه والملح والفلفل. هسيبها بقى تاخد وقتها. وكنت شاريه كمان فول من فتح الله، كنت ركناه برضو بقاله فتره. فقلت يا دوبك بقى اعمله دلوقتي. ده فول بلدي بيتباع في فتح الله عادي. تقريبا النص كان عامل معايا 21 23 في الحدود دي. غسلته ونقعته حلو قوي ونقيته. وعندي قدرة كده سبت المية تغلي ايه وحطيته، وبعد كده بوطيه وبغطيه وبسيبه ايه طول الليل. وهنا كان الشوربة بتاعتي خلاص اتسلقت والأرنب اتسلق. ده روتين كده في الإنجاز، يعني نزلت وجيت أنجزت ايه الأكل بتاعي. الحمد لله اليوم كان خفيف معايا وكان سريع يعني. هبدأ بقى يعني أشيل كده الأرنب بقى عشان عايزة النهاردة إن شاء الله أعمل ملوخية. الملوخية دي كنت شاريها معاكم في فيديو الخضروات اللي فات، اللي هي فيديو الخضار. فالمهم هشيل الأرنب بتاعي. وكنت عاملة يعني الشوربة زيادة شوية، فبرضه عايزة اشيل منها كوباية عشان بس بيها المحشي. دايما لما بعمل شوربة فراخ او ارنب او لحمة او اي حاجة بحب ازودها شوية عشان ايه اشيل منها. يعني لو هعمل محشي تاني او هعمل طبيخ تاني يكون عندي. والبصلايه لما بحطها صحيحه بتسهل عليا اللي انا بشيلها على طول، بدل ما اقعد اقطع بقى البصلايه حتت واقعد اصفي الشوربه والكلام ده. والبصلايه اصلا بتبقى مهريه وطعمها مش حلو. ف... فالصراحه بحطها صحيحه كده بتنزل طعمها وابدا اطلعها بسهوله. هنا خلاص كنت شلت كوبايه الشوربه بتاعتي عشان بكره ان شاء الله هعمل محشي بيها.
وهبدأ اعمل الملوخية. الصراحة كسلت ان انا اعصر طماطم والكلام ده، كان عندي صلصة مسبكاها على طول زي ما انتوا عارفين ايه، بسبك الصلصة وبعينها في الفريزر. فالمهم طلعت كده معلقة وحطيتها على الشوربة، وهبدأ ان انا ارفعها على النار. وبرده كان الملوخية كنت مقطفاها وخرطتها وكل حاجة، كان في ساعة كده اللي هو النور بيقطع فيها، فقعدت خرطتها كده على مزاج، بس طبعا ما صورتهاش. فهبدأ ان انا دلوقتي احط الحلة دي على النار تغلي. والملوخية يا جماعة نازلة زي العسل بجد، كان طعمها تحفة جدا جدا. زي ما قلت لكم ال يعني دي كانت الحزمة اللي هي كانت ب2 جنيه ونص لو فاكرين. بتقضي معايا اكلتين. فانا هبدأ ان انا دلوقتي اقسمها، وهشيل جزء منها في كيسة. يعني يعتبر هفرزها، لان يعني يوم بقى اكون نازلة ولا اكون مثلا مكسلة اعمل غدا، ابقى اطلعها وايه واعملها. بشيلها ازاي؟ بشيلها كده في كيس عادي جدا، وبحط عليها معلقة سكر ورشة كربوناتو، عشان تفضل معاكي خضرة زي ما هي. يعني اعتبر مش مفرزاه او حاجة، شايلاها بس في الفريزر، وببقى شايلة شوربة اي يوم مزنوقة فيه اطلع شوربتي والصلصة والملوخية، وابقى عملت الغدواية ايه في الانجاز. هنا هو كنت بشيلها اهو معاكم زي ما انتم شايفين. دايما دايما انا متعوده على كده، اجي اعمل اي اكل اشيل منه. مش عارفه اعمل كريم شانتيه اشيل منه جزء. اتعودي كده وانتي بتعملي تشيلي حاجه، بحيث يوم مزنوقه، يوم مرهقه، يوم جالك ضيوف، يوم قاعده مرخمه كده مش عايزه تعملي حاجه، تطلعي حاجه من الفريزر ايه وتعمليها. يعني انا كنت بحط السكر، حتى كنت مكسله اقلبها في طبق، قلت في نفس الكيسه وحطي كده وقلبي وايه، واديله ادي على رأي ام خالد. المهم ايه، حطيت الحاجات وهبدأ ان انا اقلبها كده وهي في الكيسة واشيلها. وفي نفس الوقت كانت الحلة بتغلي على النار، الشوربة بالصلصة. بحيث ايه انزل على الملوخية، لازم طبعا تكون يعني مغلية حلوة قوي الشوربة. بحيث ايه الملوخية ما تاخدش معايا وقت في النار وهي بتستوى. بس هما شوية الملوخية دول ان شاء الله يعملوا اكلة المرة الجاية، ويبقى كده تمام ومية مية. ده هنا كده الارنب بتاعي، كنت سالقة الارنب كله. برضو اليوم ده ما كلناهوش كله، اتبقى معايا جزء. يعني كلناه اليوم اللي وراه، يعني اليوم اللي وراه عملت محشي بالشوربة بتاعة الارنب وبقية الارنب ده. فبرضو كانت الاكل سريعة معايا. ف... فده الارنب كده بتاعي ايه نشلته. وهنا الملوخية اهي كنت بوريها لكم. قلبتها كده شوية بالمضرب، والمضرب ده يا جماعة تحفة جدا، لسه برضك شارياه من عند ابو حمد اللي هو في المنشية. الناس من اسكندرية عارفين ابو حمد عنده الصراحة كل الحاجات. فدايما بحب اقلب، يعني حاجة مستاهلة مضرب ايه بقلبها بالمضرب. بس هسيبها تاخد وقتها. والفول برضو هنا كان قرب، يعني غالة كده وشد حيله. بس سيبته برضو ايه، عشان زي ما قلت لكم بسيبه طول الليل. وهبدأ بقى ان انا احط الارنب بدل ما يبقى مسلوق كده، هبدأ ان انا احطه في الصينية دي، وهحط عليه شوية صلصة بالملح كده والفلفل، بحيث ادخله ايه في الفرن ايه، ينشف كده شوية بدل ما يبقى مسلوق. مش متعودين الصراحة ناكل اكل مسلوق كده، هو مش بنحبه. لازم يكون ايه يعني مشفشف كده شوية، فاهمين؟ وبعدين الملوخية بالارانب دي يعني حاجة كده وهم. انا مش بحب اجيب ارانب ياما، بس يوم ما بجيب الارنب لازم اعمل جنبه ملوخية. لو الملوخية حتى مش متوفرة اللي هي الخضرة، بعمل الناشفة. بس طبعا الملوخية الخضرة لا يعلى عليها. المهم هنا ايه، حطيت الصلصة وحط عليها شوية كده ملح وفلفل و... واعملها. والصلصة الصراحة دي برضو بتسهل عليا قوي قوي قوي. يعني لما يكون عندي صلصة في البيت ببقى بصوا مريحة دماغي. يوم ما الصلصة بتخلص بقى ايه، شفشة وعصير طماطم، يا اما اقعد اسبك من اول وجديد. يعني بيبقى وجع دماغ. بس كده عقبال بقى ما الارنب ان شاء الله ايه ينشف كده شويه في الفرن، تكون الملوخيه استوت، وفي نفس الوقت كنت معلقه على الرز، بس هو كان لسه يعني مستويش. ف... فعقبال برضو ما الرز ايه الشر بيكون كده كل الاكل خلص معايا. اي نعم اليوم اللي بنزل فيه ما بحبش اعمل غدا خالص، دايما بيكون عندي غدا من امبارح. بس النهارده النازله جت على سرعه يعني. كنت بقلب كده على الفيس، فلقيت ان هم عاملين خصم 50%. فما ترددتش الصراحه، ونزلت في ساعتها قبل ما الحاجه تتلقط. لان كمان ما كنتش جايبه لبس الاطفال، يعني ايه السنه دي كانوا لابسين لبس السنه اللي فاتت، فقلت الحق لي كده تيشرتين على الاتنين سويت شيرت دول. الصراحه يعني كسبتهم ما شاء الله. دايما تابعوا صفحات الهدوم دي بالذات على الفيس. اول ما يعملوا سيل او اي حاجه تكوني متابعه اول باول. لان طبعا احنا قاعدين في البيت ولا بنروح ولا بنيجي ولا عارفين حاجه. لكن على النت الصراحه كل حاجه بتبقى موجوده. هنا خلاص كده كانت الملوخيه بتاعتي استوت، بسم الله ما شاء الله. وهي دي يعني نص الحزمه.
هتعمل معايا مجين يا دوبك على قدنا. مش بحب افوض الاكل الصراحه، في ناس بتحب تعمل اكل على يومين يعني وكده، بس انا نادرا ما بعمل كده. يعني لو اليوم اللي وراه مشغولة او عارفة ان انا نازلة او حاجة بحب ازود في كمية الاكل. لكن لو يوم عادي طبيعي بحب الاكل يخلص في يوميها. وبستحرم الصراحة ان انا اعمل اكل زيادة مثلا ارميه او حاجة، فبعمل يا دوبك على قد بالظبط. ببقى عارفة اكلنا قد ايه فاعمل قده. حتى السمك ببقى عاملاه مثلا بالعدد، مش عارفة اللحمة بالعدد، يعني ببقى عارفة كده عاملة ايه. وهنا كنت مقطعه شويه بصل كده يبلعوا معايا الاكل، بصل كده بالخل وبالملح. بس الصراحه ما احتاجناهوش في الاكله دي خالص، لان الاكله هي كان طعمها حلو يعني ما شاء الله. وهي الملوخيه اصلا كانت مالحه كويسه. فالصراحه البصل ده انا ما اكلتهوش. بس دايما بنعمل جنب اكل الخضار يعني يا اما فلفل مقلي بالخل وبالملح، يا اما البصل ده. ف... فالنهارده برضه كنت مكسله اقلي، فقلت اقطع بصل، بس الصراحه ما احتاجناهوش. ده كده كان الاكل بتاعنا النهارده، وده كان اليوم بتاعنا النهارده. اتمنى يكون كان روتين خفيف عليكم وما اكونش تقلت عليكم. وبس كده كده اليوم بتاعي خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. ونسيت اقول لكم في اول الفيديو، اللي مشتركش في القناه يشترك، ولو ما حطيتليش لايك يا ريت تحطي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو. والارنب اهو شفشفه بقى جميل وبجد اكله زي العسل. اتمنى ان انتوا تجربوها تفضلوا معايا بجد. واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله في رعاية الله. مع الف سلامة، باي باي.